رسالة موجهة لرئيس محضري محكمة غرب طنطا، اللي هو يرقص محضري بسيون وكفر الزيات والصنطة وأول طنطا وتاني طنطا ومركز طنطا. والرسالة موجهة أيضا لوزير العدل ولرئيس محكمة طنطا الكلية. في ظلم بيقع على الناس وعاوزين الناس يبقى عندها ضمير. أنا النهاردة لما أي واحد بيرفع دعوة، المحضر سعادته بيقول لك لغلق السكن تم اختاره بالمسجل رقم كذا، ويروح باعت له جواب. الجواب بيروح البريد، ممكن يقعد في البريد 7 أيام 10 أيام، بتاع معبال المحصل ما يلف وياخد دورته. يجي بتاع البريد يروح يقدم له الجواب، ما يلاقيهوش، يروح مرجع الجواب تاني. القاضي قدامه الاعلان انه اعلن اداري بخطاب مسجل برقم كذا. الرساله اللي موجهه لوزير العدل، القاضي عاوزين نعدل الاجراءات، تعدل قانون المرافعات المدنيه، ان مش اي حد اختر بجواب مسجل القاضي يروح حاكم، لا، يتاكد هل تم اختاره بالمسجل، هل استلم بقى المسجل ده ولا ما استلموش. مش معنى ان هو تم اختاره وخلاص والراجل ما استلمش الجواب. وبنفاجئ كثيرا ان في احكام على ناس، احكام نفقه، احكام مدني، الاعلانات لم تصل للمدعى عليهم وبيفاجئوا باحكام، وبيعملوا استئناف وبيعلنوا الاستئناف برضه بخطابات مسجله بعلم الوصول، والجوابات ما بتوصلش للناس، والراجل يفاجئ ان عليه حكم نهائي، نفقة عدة، متعة، نفقة زوجية، حكم مدني، طرد، أمر أداء. فرجاء عاوزين تحديد يا وزير العدل، يا مستشار وزير العدل، نلتمس من سيادتك تعديل قانون المرافعات. مش معنى إن أنا رفعت قضية وأوضحتها في المحضرين، وبعد المحضرين عشان يقوموا بالإعلان، المحضر قاعد ساعته على المكتب، او راح فعلا ما قعدش على المكتب، او راح فعلا لمحل الاقامه اللي مغلق، بعت له جواب مسجل بعلم الوصول. لازم نتحكم في الامرين، نتاكد ان تم اعلان المدعى عليه وفعلا نستلم الاعلان هو او تابعه، وفي حاله اختاره بمسجل يبقى لازم نعلم تماما كل العلم ان هو استلم الاختار المسجل ده. افرض ما استلموا، ده في ناس عندي مستلمين الاعلانات بعد الجلسه. يعني انا اعلنت واحد، بعتنا الاعلان لواحد يوم 29 مثلا، الجلسه 29/5، الجواب راح ل 31/5، والقاضي حجز للحكم حكمت المحكمه بنفقه قد كده. ده حرام وفيه ظلم للناس. واحنا عاوزين مصر تبقى احسن دوله. مش عاوز اقول لك نبقوا زي السعوديه تبعت رسائل على التليفونات، او يشترط ان انت هتقدم دعوه. احنا دلوقتي دخلنا في المنظومه الالكترونيه في المحاكم، فالمفترض ان يبقى فيه تليفون للخصم وللمدعي، اللي هيرفع القضيه واللي هيترفع عليه القضيه يبقى فيه رقم تليفون. وقبل ما تتأيد الدعوه نتاكد من صحه رقم التليفون بتاع المدعي عليه. مفيش تليفون يبقى القضيه ما تتأيدش. ليه؟ على الاقل سكرتير الجلسه المفروض ينعمل له زي بند اضافي للمرتب، او تليفونات على حساب المحكمة، يبعت رسائل للمدعي والمدعي عليه بتاريخ الجلسة، عشان حتى المحضر لو قصر او بتاع البريد قصر ان هو يعلن المدعي عليه، يبقى كده احنا تأكدنا من اعلان المدعي عليه او الخصم اعلان تام ويقين. انما حرام ان نفاجئ بالناس واخده احكام ما وصلهاش اي اعلانات، ولكن موجود قدام القاضي في الاوراق ان تم اختاره بالمسجل رقم كذا لغلق سكنه. 90% من الاعلانات دلوقتي محضري محكمه بسيون والمحاكم الاخرى نفس القصه. انا بقول لكم كده حرام وظلم. لازم تتاكد يا محضر، لازم تنزل لحد محل اقامه المدعى عليه او المعلن اليه، لان انت كده بتسبب ضرر للناس. وانت يا بتاع البريد جالك اختار مسجل،
المفروض بتاع البريد ينزل تاني يوم على طول، لان ممكن القاضي بيأجل الجلسة اسبوع واحد. فالنهارده مكتوب قدام القاضي انه اختر بالمسجل، خلاص القاضي بيقول لك اختر بالمسجل، يبقى اعلن ويروح مدي حكم. انا برضو عاوز تعديل، ان القاضي ما يحكمش الا لما يتاكد ان المدعي عليه استلم الخطاب المسجل ده ولا لا. مش لسه هنرفع دعوه بقى بطلان الحكم لعدم اعلان المدعي عليه وعدم انعقاد الخصومه. ما انت تستنزف الناس، والناس مش ناقصه مصاريف. فانا برضو دي حته يعني بغض النظر عن اي حاجه، احنا بنرشد للصالح العام، لصالح جمهوريه مصر العربيه كلها وللناس. بصفتنا مسلمين نخاف على الناس وما نظلمش ناس. فأتمنى أن تكون الرسالة وصلت، لأن خبرة المحاماة في 33 سنة أظن مش هتطلع هباء كده. فإحنا بنقول على ثغرات. يا ريت حضرتك يا مستشار وزير العدل تراعي النقطة ديت في تعديل قانون المرافعات. الأستاذ رئيس قلم محضري محكمة غرب طنطا يدي تعليمات لمحضري المحاكم الجزئية، السيد الأستاذ المسؤول عن البريد على مستوى محافظة الغربية، على مستوى مصر كلها. حاولوا تراعوا ربنا في النقطة ديت عشان الناس ما تنظلمش أكتر من اللازم. وأنا حبيت أوصل رسالة في حب مصر وحب المحاماة وحب العدالة، وتحية واحترام لقضاة مصر وشرفائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.